بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن أبرز أخطاء حراس المرمى على مستوى العالم، والأخطاء الكبيرة اللي بيرتكبوها الحراس. وده بمناسبة الهجوم الشرس اللي موجود على محمد الشناوي، الحارس الكبير، حارس مرمى مصر والنادي الاهلي لمده اكتر من 8 سنين او 10، داخل على 10 سنين، من 18 لحد النهارده حوالي 6 7 سنين هو اساسي منتخب مصر النادي الاهلي. لعب اكتر من 20 مباراه نهائيه، ولعب مباريات نهائيه في كاس مصر وفي كاس افريقيا اكتر من 15 نهائي قاري، ولعب بطوله افريقيا، لعب الاولمبياد، لعب كاس عالم، لعب كاس عالم للانديه اكتر من 5 مرات. اللاعب الوحيد يكاد يكون اللي لعب في كل البطولات اللي موجوده، سواء اولمبياد او كاس عالم او بطولات افريقيا او منتخبات كاس الامم وغيره، لعب كل الحاجات دي. فالناس كلها، فانا جبت النهارده مجموعه من الاخطاء بتاع الحراس عشان اوريكم ان الموضوع ده مش قاصر على حد، وان كل حارس في العالم بيجيله فتره ان هو ينزل فيها مستواه او ان يحصل اخطاء. لازم ان الجمهور بتاعه يفتكر له ده، وما يكونش سبب في ان يضغط على الحارس، وان هو يكون سند ليه. لان انت النهارده الواضح في الموضوع ده ان فيه ناس عايزه توقع النادي الاهلي في مركز حراسه المرمى، لان مركز حراسه المرمى في الاهلي طول عمره مركز قوه. يعني تخيل بقى في فتره من الفترات كان عندك اكرام ثابت البطل، احمد شوبير، قبلهم كان عادل هيكل، وكان مروان، وكان ناس طول عمرها مركز قوه في حراسه المرمى اللي هي النادي الاهلي. النهارده مركز قوه. كنا في شهر يناير ايام ما اتصاب الشناوي بنقول يا رب هنعمل ايه، مش لاقيين، نروح لابو جبل ونروح الزنفولي والناس دي كلها. النهارده لما يبقى عندي حارسين كبار واقوياء، ليه عايز اوقع واحد فيهم؟ النهارده لو الشناوي قعد يوم واحد، قعد مباراه واحده بسبب مستواه، مش هتلاقيه. لا قدر الله حصل حاجه حصل حاجه لشوبير، سواء ايقاف او اصابه او مش هتلاقي. وخاصة أنا زي ما قلت قبل كده، أنت داخل على بطولات رهيبة، عدد كم بطولات غير طبيعي في السنة دي، أكتر تقريبا داخل على 10 بطولات. وبالتالي أنت محتاج الشناوي، هو وشوبير هيقووا بعض. فاحنا دورنا كجماهير ان احنا نرد الجميل للشناوي، ونقف وراه وندعمه، ونقف وراه في كل الاوقات، ونقف وراه لحد ما يسترد ثقته في نفسه ويسترد لياقته. ما تنسوش يا جماعه ان الاصابه بتاعته اصابه قويه جدا، اصابه صعبه، ما كانش يعني صعب ان هي تروح ان هو يسترد لياقته بسهوله. وبعدين دلوقتي داخل على المباريات كل 3 ايام مباراه، وبالتالي الامر بقى صعب جدا. فلازم نقف ورا الشناوي ونقف وراه. ودلوقتي هوريكم الاخطاء بتاع الحراس، وبتعليق بسيط مننا عليها، على اساس ان انت تحس ان الاخطاء موجوده. مين؟ كورتوا، مارتينيز اللي هو احسن حارس في العالم، كل الناس ديت عندها اخطاء. فلازم ان انا اقف ورا الحارس بتاعي، مش الحارس اللي يغلط غلطه اقول له بالسلامه. يبقى كده مش هيبقى في حراسه مرمى. والا كمان اللعيب، طب ما اللعيب اللي بيضيع كوره قدام الجون وهو فاضي، طب ما دي غلطه. طب واللعيب اللي بيتسبب في دفاعي، خطا دفاعي، ما دي غلطه. انما على كده مش هخلي لعيبه، ومش هخلي جمهور، مش هخلي حراس، ومش هخلي اي حد. فانا بطلب دي رساله ان احنا نقف ورا محمد الشناوي وندعمه ونكون وراه باذن الله. هسيبكم دلوقتي ان شاء الله هتتفرجوا على الفيديو، وان شاء الله باذن الله يعجبكم والرساله بتاعته توصل باذن الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودلوقتي هنحط الحارس كاريوس في نهائي الأبطال. بص هنا دلوقتي، ادي حارس ليفربول، حارس كبير في نهائي دوري ابطال اوروبا. شوف الكره حطها ازاي في رجل بنزيما. وفي نفس المباراه، بص في نفس المباراه كورتوا بيغلط غلطه رهيبه قدام محمد صلاح، وادي النتيجه على طول جول. بص الغلطه ديت اوتوماتيك، اغلط يا معلم. بص ادي على طول يحطها في الجول. تمام. بص يا دوب، بص لف خلاص، ما تكلمنيش. بص الحارس بيطلعها لوسط الملعب،
اهيت بص. والتاني يبقى بره الملعب، بره الجون بتاعه، تخش الجون على طول بكل بساطة، وعلى طول وتبقى جول. بص اللي بعديها. بص دي بقى ايه؟ من كاريوس حارس الليفر وكورتوا، وهتشوف بقى بص شوف يا سيدي، بص بص الحارس عامل ازاي، ولا تقدر دخلت الجول يا دوبك بيرجعها له بالسلام. ادي كمان. بص اللي بعديها. هتبص تلاقي نفس، بص بص يا سيدي، دي مين بقى؟ مارتينيز. مارتينيز اللي هو حارس مرمى الارجنتيني الكبير، اللي كان سبب رئيسي في فوزهم بكاس العالم بقطر، واحسن حارس مرمى في كاس العالم بقطر، واحسن حارس في كوبا امريكا الاخرانيه اللي فازوا بيها. بص شوف الحارس ديت اهي، دخلها بكل بساطه وبكل سهوله. بص بص. ادي يا سيدي، ادي حارس، ادي الحارس. شوف. شوف بص يا سيدي عامل الحارس عامل ازاي. بص دي بقى، بص دي النكته. بص بص بص. ادي يا سيدي، ادي يا سيدي حارس، ادي يا سيدي حارس. تمام بالسلامه يا حبيبي. خش الجول على طول في ثواني، اغلط. دي بشر. بص بص دي. بص خدها دخلها، يلا اديها له، حطها في الجول. ماشي. بالسلام يا ادي حال. بص اللي بعديه. بص شوف الكرة يا دوبك في ايده، وراح مديله على رجليه. اهي اهي بص يا سيدي. تعالى بص شوف دي. بص شوف. اهي بالسلام على طول. خلى هو والمرمى فاضي. تمام. بص يا سيدي. تمام. جول. بص بقى دي، بص دي اللي حاجه، بص هيدخلها. بص بص بص. ها. لو سابها كانت طلعت بره، ده هو اللي دخلها. بص بص شايف؟ بايده يدخلها جوه المرمى. بص شايفين؟ ادي يا سيدي. بص بص دي. خبطت فيه وطل. بص يا سيدي. اهي اهي اهي. شايفين؟ كل دي بص دي كمان. بص بص. بص. خلته هيطلع من هدوم. ما في، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه الراجل؟ ادي يا سيدي.